السلام عليكم جميعا. دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك على إثر تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفق ما أكده مصدر أمني، فإن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت مؤخرا تداول شريط الفيديو المنشور على اليوتيوب، وقامت بمعاينة وجرد الأفعال المنشورة، وبادرت بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويحرص البحث القضائي حاليا وفق المصدر ذاته على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات القانونية اللازمة. أرماني تعتذر للمغاربة. صب الكثير من المنتقدين جام غضبهم على الفتاة التي ظهرت في الفيديو المثير للجدل، واسمها أماني الجوماني، وتلقب نفسها بأرماني بسبب لباسها الفاضح وطريقة حديثها عن العلاقات الرضائية بجرأة صادمة للمجتمع المغربي المحافظ. واضطرت أرماني التي ولدت في الدنمارك وتعيش في هولندا إلى الخروج عبر فيديو بثته على صفحتها في إنستغرام لتعتذر للمغاربة عن الصدمة التي سببها لهم. فيديو اعتبرته ترفيهيا، ولم تكن تتوقع أن يخلق ضجة في المجتمع المغربي بهذه القوة. أثارت الحلقة الأولى من النسخة المغربية من برنامج المواعدة العمياء لاختيار شريك الحياة من خلال الملابس، التي بثتها قناة تدعى كواليس على موقع يوتيوب، موجة من الغضب والاستنكار في أوساط مغاربة يرون أن مضمون البرنامج والرسائل التي يسوق لها لا تتماشى مع قيم البلاد ومجتمعها، واتهموا البرنامج بتشجيع العلاقات الرضائية. وتقوم فكرة البرنامج الذي يقدم نفسه كنسخة مغربية للبرنامج الأمريكي الشهير بلند داتينج، المواعدة العمياء، على منح فرصة لفتاة من أجل اختيار فارس الأحلام من بين مجموعة من الشباب، اعتمادا على اللباس والمظهر والشخصية والأسلوب، حيث تطرح عليهم مجموعة من الأسئلة وتقصي الواحد تلو الآخر إلى أن تنفرد بالفارس الذي تراه مناسبا لها. غير أن النسخة المغربية اعتبرت فجة بسبب اللباس الفاضح للفتاة الباحثة عن شريك حياتها من جهة، ثم بسبب إقحام كلبتها لتساعدها على اختيار الشريك المناسب بعدما احتارت في الاختيار بنفسها من جهة ثانية. وأدى الجدل الكبير الذي أثاره الفيديو عقب ساعات من بثه في اليوتيوب إلى انتشاره على نطاق أوسع، مع رفع عدد المشاهدات إلى أكثر من 1,000,000 في ظرف وجيز.